يا ترى ايه احساسك اول مره سمعت فيها صوتك متسجل وحسيت انك بتسمع انسان غريب ما فيهوش ولا ذره منك؟ بس المدهش ان الصوت ده هو صوتك الحقيقي. ايوه، الصدمه الحقيقيه انك طول حياتك ما سمعتش صوتك الحقيقي ابدا. واحصائيا 80% من الناس بيكرهوا صوتهم اول مره بيسمعوه. في دراسه من جامعه كاليفورنيا سنه 2016 قالت ان الناس بتحس بنفور اول مره بتواجه صوتها الخارجي. يعني باختصار مخك بيكره الحقيقه من اول استماع، وده يمكن بيفسر ليه محدش بيحب يسمع الفويس نوتس القديمه بتاعته. مش عشان الكلام محرج، ده عشان الصوت نفسه بيقولك ان الصوت ده مش انت. خلينا بس نهدى ونفهم هو ايه اللي بيحصل جوه دماغك بيخليك تسمع نفسك غلط طول حياتك، وليه التسجيل بتاعك اللي سمعته او الموبايل هو اول واحد كشفك. يلا بينا يا صديقي نفك اللغز العلمي ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسلام ودي قناة دماغ آخر الليل. بص يا صديقي، أي صوت بيوصل لودانك بيوصل عن طريق حاجتين. أول طريقة من الهواء ودي اللي الناس بتسمعك بيها، وتاني طريقة من العظم والأنسجة الداخلية ودي اللي أنت بتسمع بيها نفسك. يعني أنت في الحقيقة سامع نفسك من جوه دماغك. يعني دماغك عامل زي سماعة بيتس برو فيها نظام صوتي خاص بيك أنت لوحدك. بس أول ما الصوت بيطلع بره الجمجمة ويتسجل بيتحول لنسخة فيها كل عيوبك. اللي بيحصل ده علميا اسمه بون كوندكشن او توصيل الصوت عبر العظم. دي الظاهرة اللي بتخلي صوتك وانت بتتكلم مع نفسك اعمق وادق وادفى شوية من الحقيقة. جرب كده دلوقتي وانت معايا، حط ايدك على ودنك واتكلم، هتحس ان الصوت جاي من جوه دماغك مش من بره. صح؟ تمام. دي بقى تجربة علمية بسيطة اثبتت الفرق بين السمع الداخلي والسمع الهوائي. في 2011 فريق بحث من جامعة كولومبيا حطوا ميكروفونات دقيقة جدا جوه جماجم متطوعين، ودي حقيقة حطوا ميكروفون جوه الجمجمة نفسها علشان يعرفوا الفرق بين التردد اللي بيوصل عن طريق العظم والتردد اللي بيوصل عن طريق الهواء. والنتيجة ان الصوت الداخلي ادفى واقل في التردد العالي بنسبة 20%. يعني صوتك الداخلي عنده بيز زي سبيكر عربيتك بالظبط لما تكون معلي الصوت على الاخر. فايوه يا صديقي، انت عايش طول حياتك في نسخة محسنة من نفسك، والموبايل اللي في ايدك هو اول جهاز واجهك بالواقع من غير اي فلاتر. وده هيخليني نسأل سؤال اعمق، لو مخي طول الوقت بيسمعني غلط فهل في حاجات في نفسي انا شايفها غلط برضو؟ لا بالعكس، الحقيقة ان مخك بيتعرض لظاهرة نفسية اسمها سيلف ديسكريبانسي ثيوري، او باختصار مخك بيصدق صورة معينة من نفسه، واي حاجة بتخالف الصورة دي بيقاومها. يعني تخيل كده انك طول الوقت شايف نفسك شخص معين وبعدين فجأة تسمع نسخة منك بتحس انك غريب عنها. وهو ده نفس الاحساس اللي بيخلي الناس تكره صورها في الكاميرا، لان ادراكك لنفسك غير ادراك الناس ليك. في سنة 2003 في مذيعة في البي بي سي اسمها فيونا ستوكس كانت بتشتغل في أول أسبوع ليها في الراديو، وبعد ما سمعت تسجيل صوتها لأول مرة قدمت استقالتها وقالت بالنص ده مش صوتي وده مش أنا. والجميل إن بعد شهور رجعت تاني وقالت أنا ما كنتش بكره صوتي، أنا كنت بكره إن الحقيقة واجهتني بسرعة. الدماغ بيكره المفاجآت خصوصا لما تيجي من جواه. عشان كده يا صديقي لما تسمع صوتك في التسجيل بتحس إنك بتواجه نسخة تانية منك وبتبدأ تحكمها بنقد، وده طبيعي لأن المخ بيعتبر الصوت الداخلي جزء من الهوية، زي الصورة اللي في المراية اللي بتشوفها كل يوم. مش هي اللي الناس شايفاها بس انت متصالح معاها. بس مش دايما الصوت بيبقى ضدنا، في اوقات كتير هو اللي بيكون بيسجل وجودنا. القصة بدأت سنة 1877 لما المخترع توماس اديسون اخترع جهاز اسمه الفونوجراف، ودي اول آلة في التاريخ بتسجل الصوت. الناس وقتها ما كانتش مصدقة لان دي كانت اول مرة يسمعوا صوتهم بعد ما بيخلصوا كلامهم فعلا، وكانوا بيقولوا عليه انه سحر. وفي جورنال امريكي وقتها كتب لقد جعل اديسون الصوت يحبس في الزجاجة. في فيلم ذا برستيج سنة 2006 في مشهد عبقري بيتكلم عن نفس اللحظة دي، لما البطلة بتسمع تسجيل الصوت وتحس انها بتسمع شبح. فعلا الناس وقتها حست ان صوتهم بقى كيان منفصل عنهم، ومن هنا بدأ البشر يدركوا ان الصوت مش بس وسيلة تواصل، ده ذاكرة. الزمن ممكن ياخد كل حاجة إلا الصوت اللي اتسجل. وفي سنة 2013 في فريق من الباحثين الفرنسيين عملوا تجربة مجنونة جدا. اكتشفوا إن في أواني فخارية من القرن ال19 كانت مسجلة فيها ذبذبات صوت بالصدفة. الأواني دي كانت بتتلف حوالين محور بسرعة جدا، والفرشة اللي كانت بتنحتها سببت تموجات دقيقة، ولما حللوها بالليزر قدروا يسمعوا صوت واحد بيغني من 1860. يعني تخيل كده يا صديقي، الصوت اتسجل بالغلط من 150 سنة ولسه موجود لحد النهاردة. يعني حتى لو انت صوتك بيكسفك ممكن بعد قرن يبقى وثيقة تاريخية. الصوت بيحكي تاريخنا اكتر من الصورة، لان الصورة بتوريك شكلك لكن الصوت بيوري الناس
انت كنت بتحس بايه؟ كل كلمه قلتها، كل نغمه، كل ضحكه طلعت منك بتسيب اثر حتى لو انت مش سامعه. وده بيقودنا للسؤال التاني، وهو هل ممكن نتصالح مع الصوت اللي احنا بنكرهه ده ونخليه حليف بدل ما يكون عدو؟ عارف يا صديقي، بعد كل الكلام ده لازم اقول لك ان الكره اللي بتحسه اول مره تسمع فيها صوتك ده مش كره حقيقي، دي مجرد مقاومه من دماغك للتغيير. في دراسه انتشرت في جورنال اوف ذا اكوستيكال سوسايتي سنه 2018 بتقول ان الدماغ بيحتاج تقريبا 6 مرات يسمع فيها صوته المسجل علشان يبدا يعيد برمجته ويتقبل الصوت ده كجزء منه. يعني بالعربي كده، بعد 6 تسجيلات دماغك هيبطل يضايقك من نفسك. يعني الحل عشان تحب صوتك اللي انت بتكرهه ده او اللي ما عجبكش اول مره سمعته مش انك تسجل اقل، الحل انك تسجل اكتر. صوتك اللي انت شايفه غريب هو بالظبط الصوت اللي الناس بتحبه فيك، هو اللي بينقل لك مشاعرك، ضحكتك، وحتى لحظات ضعفك. احنا بنحب اصوات الناس مش علشان نغمتها لكن علشان احساسهم فيها. فليه تكره احساسك انت؟ صوتك الحقيقي يا صديقي هو الطريقه اللي العالم بيعرفك بيها. فلو مش عاجبك النهارده خليه يسمعك بكره بنسخه احسن. واوعى تنسى، الصوت مش مجرد موجات، الصوت هو الوجود اللي ما بيختفيش. فكل مره بتتكلم انت بتسيب نسخه صوتيه منك في العالم، والجميل انك تقدر تختار النسخه دي تبقى عامله ازاي. فالمره الجايه لما تسمع تسجيلك وتقول ده مش انا، افتكر انك سمعت نفسك لاول مره زي ما العالم بيسمعك كل يوم. فابتسم، لان دي بدايه العلاقه الحقيقيه بينك وبين نفسك. وافتكر يا صديقي ان مخك دايما عنده مفاجآت. وفي النهايه لو عجبتك الحلقه اعمل لايك، اشترك في القناه، وشغل الجرس عشان دماغك تستاهل تبقى دماغ اخر الليل. سلام.